أرخص تعديلات لعربيتك تقدر تعملها. الأول تعالى نقسم التعديلات على جزئين. الجزء الأول تعديلات تحسن من أداء العربية، والجزء التاني تعديلات تحسن من الشكل الخارجي للعربية. طب التعديلات اللي تحسن من أداء العربية، أول حاجة علبة البيئة، تقدر تشيل علبة البيئة خالص، وده تعديل مش هيكلفك بس فيه شوية أضرار على المدى البعيد. تاني تعديل إنك ممكن تركب فلتر سبورت، ده طبعا بيحسن من أداء العربية لأنه بيدخل هواء زيادة، بس متتوقعش إنه هيقلب عربيتك فيراري لأنه ماكسيمم بيزود من حصان ل5 حصان، ده لو عربيتك مش متبرمجة. طب التعديلات الخارجية، هنا بقى هات كوباية شاي عشان الموضوع هيطول مننا. أول حاجة لو عربيتك فوانيسها هالوجين تقدر تركب لها ليد أو زينون، ده تعديل مهم جدا. ممكن تركب لعربيتك كساحة أو عتب أو ديفيوزر، وده أي عربية تقدر تعمل لها كده. لو عربيتك فيها نيكل في وش العربية فأنصحك إنك ترشها أسود مط. وبالنسبة للجنود، لو أنت حديد فأنت هترش الجنط أسود مط أو أي لون مط يعجبك، وأنا أنصحك بالمط وبالذات اللون الأسود. ولو انت جنط سبورت فانت هتعمل نفس اللي هتعمله في الجنط الحديد، بانك هترش الجنط سواء اسود مط او اي لون تاني مط، وانصحك بالمط لانه بيخلي العربيه في حته تانية خالص. وطبعا مش هننسى السبويلر، وبالذات السبويلر الصغير هو اسمه سبويلر باتمان، وده مشهور عندنا قوي في مصر، وده بيخلي شكل العربيه مختلف. وفي اضافه تانية صغيره تغير شكل العربيه 180 درجه، وهي انك هتركب كفر للمرايه وهو كفر باتمان، وده برضه مشهور عندنا في مصر. في ناس كتير مركباه ولكن مازال مميز في اي عربيه بيركب لها الكفرات دي. طبعا مش هننسى الفامين، بس انصحك انك ترخصه قبل ما تركبه. تقدر تعمل سكن للعربيه، وده بيخلي العربيه في حته تانية خالص وبيخلي عربيتك مميزه. ولو انت معاك فلوس زياده فانت تقدر تركب ديفل، وده غير انه هيخلي عربيتك شكلها حلو، هيديك صوت بيخلي عربيتك ملفته وهي ماشيه في الشارع. ممكن تركب فلانشات، وده بيتحط على طنبوره العربيه وبيتركب عليها الجنط، فبيخلي الجنط عربيتك عريض. ومش هننسى طبعا البلاستيكه اللي بتركب في الشراعه، بس انا في الحقيقه مش عارف اسمها، بس هي بتخلي شكل العربيه في حته تانية. طبعا لو وطيت عربيتك سواء انك هتركب كويل اوفر. هنيجي بقى للتعديلات الداخليه. اول حاجه هنجيب طاره سبورت، لو الطاره اللي عندك كويسه فانت تقدر تركب لها كفر كربون، ده هيخلي الطاره في حته تانية خالص. طبعا هنغير عصايه الفتيس بعصايه سبورت، هتخلع وش التابلو العربيه وهتلزق عليه كربون فايبر، وهنركب امبت لايت، وهنغير فرش العربيه لو محتاج يتغير، وانصحك باسود او احمر جلد، وهتركب شاشه لو عندك كاسيت عادي. عربيتك بقت في حته تانية خالص، تخلي عربيتك فعلا مميزه وتلفت النظر. وبس كده، سلام.